بمناسبة مجازر 8 ماي 1945 لسطيف قال ما خراطة. اليوم راح نتناولوا موضوع مهم اللي هو كيف تم إنشاء العلم الجزائري والله شكون اللي ديسا اللي قاموا برسم هذا العلم الجزائري. البداية لما نقوموا ببحث خفيف راح نلقاو باللي أغلب المراجع والله 90% من المراجع كاتبين بأنها مرأة فرنسية اللي هي إيميلي بيسكرون. شكون هي إيميلي بيسكرون؟ اللي هي زوجة مصالي الحاج. إيميلي بيسكرون اللي كانت صاحبة محل خياطة بالجزائر العاصمة، وكانت كما نقولوا موديليست يعني في المجال تاعها. قامت باقتراح العلم الجزائري على مصالي الحاج اللي عجبو، ولكن المشكل أنه في هذاك الوقت كانت صعيبة باش توصل المعلومة، يعني ما كانش عندهم العديد من النسخ للعلم الجزائري أنذاك. ولما خرج الشعب في مظاهرات 8 ماي 1945 ما كانوش عندهم معلومة كافية على هذا العلم ولا على التصميم تاعو، إنما وصلهم باللي يتكون من 3 ألوان اللي هو الأبيض والأخضر والأحمر. فلما لقاو باللي المعلومة غير متوفرة قام شخصية مصطفى شوقي بحمل ورقة وستيلو وبدا يديسيني في العلم الجزائري يعني من وحي خياله، وقام بإنشاء العديد من التصميمات الأولية للعلم الجزائري، ولكن قبل واحد برك فيهم اللي هو العلم الحالي. سؤال مطروح: من هو المصمم الحقيقي والفعلي لعلم الجزائر؟ هل هو مصطفى شوقي أم إيميلي؟ كما تعرفوا في السابق كان الوصول للمعلومة صعب جدا بالنسبة لذاك الوقت عكس وقتنا الحالي. ولما صمم مصطفى شوقي ذاك العلم كانت التغطية الإعلامية كبيرة في تلك المظاهرات، لذلك تم اعتماد هذا العلم حاليا. وبس باختصار هذه هي قصة العلم الجزائري. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام.